إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. لما أكون قاعد مع ابني عمر فبحفظه القرآن اللهم بارك، بقول له أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فبمثل له إن ده الإبل، وإلى السماء كيف رفعت وشاور له إلى السماء، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فده بيفكروا بالآيات. مفيش مشكلة إن أنت تعمل كده مع أولادك علشان تثبت لهم حفظ القرآن، فتعمل له كده وكده وكده وحاجات تانية. فاللي حصل دلوقتي في الفيديو قدام الصنم اللي انتوا شفتوه قدامكم دوت، فده من باب التعليم. بلاش ناخدها مسحة في الكومنتات والتعليقات عشان ما يبقاش سخرية من دين الله عز وجل، وساعتها تبقى في خطر عظيم. وفي توضيح، فراغ عليهم ضربا باليمين، أم ده ضربه بالقلم وده ضربه بالقلم؟ لا، سيدنا إبراهيم ما ضربش بالقلم ولا بالشلاليت حتى، وإنما كل اللي عمله إنه مسك الفاس وبإيده اليمين كسر ده، لحد لما قالوا مين اللي عمل كده في الآلهة بتاعتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وقالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ساب لهم الكبير بتاعهم، ما رضيش يكسروا، قال يعني هيرجعوا له. طبعا لما رجعوا له لقوا صنم لا يسمع ولا يبصر. ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، انت عارف ان هم اصلا ما بيتكلموش ولا بينطقوا. فساعتها قال لهم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اتغاظوا منه جدا قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. ساعتها رب العالمين قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وصل الكلمتين دول لغيرك وصلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.